حته كده بالقشطه بالرز بلبن نفسها. النهارده انا في عباس العقاد عشان اجرب محل انا بحب صاحب المحل ده جدا، واعتقد مفيش حد في مصر ما بيحبوش. تعالوا نجرب عدنان بيحلي الحلو. المكان بالظبط موجود في مدينه نصر في عباس العقاد جنب ماكدونالدز. هو هنا اهو جنب تي بي اس، يعني ما بين تي بي اس وماكدونالدز. يلا بينا نعدي بقى الشارع. انا كنت عامل حسابي الصراحه ان انا هصور هنا في الصاله اللي فوق، بس بما انه سوفت اوبننج فلسه ما جهزتش. فتعالوا بقى ايه، ناخد الاوردر ونروح نصور في اي حته. يلا بينا. وبما انه برضه سوفت اوبننج فللاسف كان في حاجات مش موجوده في الفرع ده زي طاجن ام علي والكسكسي، وانا الصراحه برضه كان نفسي اجربهم عشان ابقى جربت كل حاجه من هناك، بس عامه انا جبت باقي الحاجات اللي موجوده في الفرع. نبدا اول حاجه بالمهلبيه. سعر الطاجن ده 30 جنيه. بص ناخد معلقه كده سوا. يا لهوي على حته اللي من فوق، يا لهوي يا لهوي. بتلظ لزلزه رهيبه رهيبه. بسم الله. حلو. بصوا عامة عم عدنان يعني مفيش حد يقدر يتكلم على الكواليتي بتاعته. وبعدين الحاجة ما فيهاش تظبيط، يعني اللي هيجي لي هيجي الغير هيجي لأي حد. صحيح الحاجات في التلاجة هو بياخد وبيحط، فهي الفكرة في الكواليتي اللي هو بيستخدمها في المجمل يعني. انا نخش على بعض. طاجن قرع عسل. سعر الطاجن ده 30 جنيه برضه. ما يفرقوا عن طاجن المهلبية ان هو حاطط بندقية من فوق. بسم الله. تقريبا نفس طبقة المهلبية اللي من فوق. الحتة اللي بالبندق دي خش عليا يا باشا. نايس والله. هو عامة القرع العسل مع المهلبية أنا في المجمل بحبه، يعني الميكس ده كده أوفرول بحبه، سواء من عم عدنان أو من عند غيره صراحة. يعني أنا الميكس في المجمل أنا بحبه، بس هو برضه عامله حلو. يعني تحس كده في القرع العسل في حاجات في القرع العسل دي بتحس إنها بتزغزغك كده، هي دي هي عامة طعمها حلو. يلا بينا نخش على بعض. رز بلبن بالقشطة سعره 35 جنيه. حتة القشطة اللي فوق الصراحة حتة محترمة يعني. تعالوا كده إيه ناخد حتة بالقشطة بالرز بلبن، كل حاجة كده مع بعض. أنا مش عارف إيه اللي حصل في شعري ده، أنا مش عارف إيه اللي حصل في شعري ده، إزاي تذيع حاجة زي كده. بسم الله. نايس وان. قشطه حلوه قوي الصراحه. اهو ده بقى ياخد الرعشه. يعني انتوا عارفين ايه، انت تروح واخد دي حته كده بالقشطه بالرز بلبن نفسها. الطبق ده جامد. هو بس كان عايز كده شويه مكسرات من فوق، ممكن مثلا برضه لو ايس كريم او شوكولاته. الطبق ده هيبقى وللاسف صوت الهوا كان زاد قوي، فهكمل لكم اللي فاضل فويس اوفر. كان فاضل لي 3 حاجات: الرعشه والروشه والباور. الرعشه دي سعرها 45 جنيه وبتكون عباره عن لوتس واوريو وفستق وبندق. ابتديت اول حاجه بالاوريو، هي كريمه اوريو كده من فوق، وبعد كده طبقه اوريو، وبعد كده الرز بلبن. انا صراحه كنت حاسس ان الرز بلبن محتاج يزيد شويه، بس الحلو برضه ان انت كنت حاسس بطعم الاوريو نفسه في بقك، فانت لو بتحب الاوريو هتحب دي. دخلت بقى بعد كده في اللوتس، وانا بالنسبه لي الصراحه من المره اللي فاتت اللوتس دي كانت عالميه. يعني طبقه كده من بسكوت اللوتس وبعد كده كريمه اللوتس نفسها من فوق، فالصراحه دي تاخد احلى رعشه في العالم. كملت بعد كده على الفستق، وهي الصراحه كان طعمها حلو، بس انا حبيت اللوتس اكتر. زائد كان انا الصراحه فاكر المره اللي فاتت انها تقريبا كان في قطع فستق كده ما بين كريمه الفستق والرز بلبن تحت. مش عارف هي، ما انا ما حسيتش بيها المره دي، مش عارف بقى كان بيتهيألي المره اللي فاتت ولا ايه بالظبط. واخر حاجه بقى البندق، طبقه كده محترمه من كريمه البندق محطوطه فوق الرز بلبن وعليها كده شويه بندق من فوق. بصراحه كان طعمها حلو قوي، وبالنسبه لي لو هرتب كده الاربع اجزاء دول هيبقى لوتس بندق فستق اوريو. دخلت بعد كده بقى على الروشه اللي كان سعرها 50 جنيه وبتكون عباره عن صوص احمر كده، انا مش عارف الصراحه هو ايه، وميكس مكسرات وشوكولاته وكاجو. بدات اول حاجه بالصوص الاحمر المجهول ده. هو انا اول ما دقت ما كنتش قادر احدد بالظبط الصراحه هو ايه، بس كنت حاسس ان هو قريب شويه من الايسنج اللي بيكون محوط الكيكه ده، مش عارف بيسموه تقريبا عجينه سكر او حاجه، وفي برضه طعم فراوله كده خفيف. انا بالنسبه لي الصراحه يعني باقي الحاجات كانت الطف منه، هو لذيذ بس الباقي احلى يعني. ودخلت بعد كده بقى على ميكس المكسرات، وبصوا يا جماعه هي كانت كريمي كده خالص، والصراحه كان طعمها حلو جدا. يعني انت كل قطمه ما بتبقاش قادر تحدد بالظبط وايه الطعم اللي بيجي في بقك، وانا اصلا في التصوير ما كنتش قادر احدد بالظبط، بس هي طلعت في الاخر ميكس مكسرات. حته لوز كده برضو جت في بقي بعدها، كان الصراحه ده كان طعمه حلو قوي. وتالت ربع بقى كان الشوكولاته، وتقريبا كان محطوط تحتيه حاجه كده عامله زي الاوريو، بس برضه انا فضلت صراحه ميكس المكسرات ده. يعني كانت اي حاجه تقريبا هتيجي بعده كنت هبقى بظلمها يعني. وفي الاخر خالص بقى قفلت بالكاجو. هو كان طعمه حلو، بس انا
كنت حاسس ان هو تقيل قوي تقريبا عشان انا اكلته بعد كميه سكريات رهيبه، فانا كنت فصلت خالص. واخر طبق بقى جبته بس تقريبا ما جربتش منه حاجه هو الباور، وده بيكون عباره عن كاجو وبندق وفستق وميكس مكسرات، سعره 60 جنيه. دقت برضو معلقه كده من ميكس المكسرات دي، هي برضو كانت حلوه، يعتبر الصراحه بالنسبه لي دي كانت احلى واحده فيهم في الطبق. وعامه هي كل الحاجات اللي موجوده في باقي الطبق ده انا جربتها اصلا في باقي الاطباق، فخلاص يعني مش لازم ابوظ شكل الطبق وخلاص. وفي الاخر كده بقى وملخصا للفيديو ده، تاكل ايه من عدنان؟ انا بالنسبه لي الصراحه الرز بلبن اللي بالقشطه ده كان خطير خطير خطير، ويجي بعده الرعشه. الرعشه دي انا من اكتر الحاجات الصراحه قيمه مقابل سعر. المهلبيه برضو كانت حلوه قوي. وفي الاخر باور، مش عشان هو يعني وحش او حاجه، بس عشان حاسس ان هو اوفر دوز سكر زياده قوي عن اللزوم، او يمكن عشان اكلته في الاخر، مش عارف الصراحه، بس بغض النظر يعني. عامه شكرا جدا ليكم لو انتوا لسه بتتفرجوا لغايه دلوقتي. كان معاكم اباظه من قناه لايف ويز اباظه. سلام.